بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم من قناة يوميات أميرة البنا. النهاردة يا جماعة هعمل معاكم ريفيو عن الحلة الضغط أو الحلة البريستو زي ما حضراتكم بتقولوها. الحلة دي عندي أنا كنت جايباها من السعودية، تقدروا تطلبوها من نون وتقدروا تطلبوها من أمازون. موجودة الماركة دي ماركة ستيمر، هي دي ألمونيوم مش جايباها ستانلس. الستانلس برضو بتسود وفي نفس عيوب الستانلس وفيها مميزاتها، فعلى راحتكم. بس أنا هناك كل اللي في السعودية بيستخدموها ألمونيوم وأنا جبتها زيهم، لان هم برضو ادرى بيها، لان دي من عندهم وعارفين ان دي كده دي بتبقى الافضل. تمام كده. في ماركة تانية اسمها ماركة السيف، تقدروا برضو تجيبوها. ماركة السيف ماركة هايلة طبعا واحلى من دي، بس كانش عندي الفرصة ان انا ادور عليها هناك. لو انتوا عايزين نصيحتي هاتوا برضو ماركة السيف، جميلة جدا جدا. بس ماركة ستيمر برضو تحفة وحلوة، وهقول لكم مميزاتها ولا قدر الله اختارها كانت ايه، لان دي برضو ممكن تبقى قنبلة موقوتة اللهم عافينا لو احنا ما استخدمناهاش صح. فدي لازم تستخدموها بالطريقة الصحيحة بتاعتها. قد ايه هي المنجزة منقذة لو جالكم ضيف فجأة وعايزين تسلقوا حتة لحمة، بالظبط ساعة الا ربع وتكون اللحمة مستوية ونازلة زي ما حضراتكم شايفينها كده مهموكة. انا بس مش قادرة امسكها عشان كانت سخنة، بس تحفة. الشوربة بتاعتها ازاي تاخدوا منها شوربة حلوة طبيعية زي اللي احنا بنعملوها؟ لازم تمشوا بتكنيك معين في الحلة الضغط، والا تاخدوا شوربة صيصة. طب عايزين تاخدوا الشوربة الحلوة بالنكهة الطبيعية جدا وانتوا طبخينها في ساعة الا ربع واقل كمان، فخليكم معايا هتعرفوا ده كله. تمام كده. طيب انا برشحها لحضراتكم، طبعا لازم تجيبوها لانها المنقذة والمنجزة. هي بتبقى حوالي من 1000 جنيه، بتبدأ في السعودية لحد مثلا لحد 2000 وزيادة على حسب الحجم بتاعها. تمام كده. طيب ادعموني بقى بلايك وشير وتعالوا نشوفوا الحلة ازاي. مبدئيا كده الحلة زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. دي الألمونيوم، الحجم بتاعها اللي هي ساعة مثلا 9 لتر أو 10 لتر، كانت 10 لتر أيوة. فالحلة بتبقى حلة طبيعية جدا من جوه، بس زايد عليها ان ليها ايدين من الجنب كده، ليها سور عالي او مبيت، علشان هقول لكم هنقفل عليها الغطا ازاي. تمام كده. فطبعا انتوا يعني هو بيبقى الاختلاف عن الحلة العادية في الحتة دي كحلة، والايدين بتاعتها ايدين من العاج او عازلة للحرارة، عشان مهما تسخن ما تسخنش منكم، مهما تغلي ما تسخنش منكم، تقدروا تشيلوها منها بكل سهولة. الحلة مش هي اللي فيها الفكرة كلها بتبقى موجودة في الغطا. الفكرة كلها بتبقى في ايه؟ هقول لكم واحدة واحدة استخدامها، وواحدة واحدة ايه اللي انتوا لازم تحافظوا عليه فيها في الغطا عشان ما يبص مننا. تمام كده. نقول بسم الله كده واقول لكم الغطا فيه من ورا زي ما حضراتكم شايفين كده صمامين امان، وممكن يكون صمام واحد. لازم يكونوا مربوطين كويس، تاكدوا انهم مربوطين كويس عشان ما تطلعش منكم البخار الزايد منها، لان لو طلع البخار الزايد منها هتهوي مننا. طيب لازمتها ايه؟ لازمتها ان لو لا قدر الله الحله جت تنفجر او كده بتفك شويه وبتحاول تطلع البخار الزياده اللي فيها، وهي بتبقى مربوطه من ورا بالصماميل اللي حضراتكم شايفينها. لقيتوها بتطلع بخار زياده من ورا، اربطوها لفوها هتلف معاكم وتحبسها. دي الصفاره بتاعتها او الصمام اللي بيتصفر منه. بتبقى لازمتها ايه؟ الفتحه دي هي اللي بتطلع البخار الزايد في الحله. لو احنا ما حطيناهاش يبقى اي بخار جواها بتطلع كده ما بقتش حله ضغط، فاحنا لازم نكتمها. بنكتمها بايه؟ بالصفاره دي او بصمام الامان المتحرك ده. اول ما بتغلي بيبتدي هو يتهز ويرقص كده، يلف حوالين نفسه، بتعرفوا ان هي كده الحله استوت. البخار الزايد بس هو اللي هيطلع منها، وهو يبتدي يحرك الصفاره دي معانا. تمام كده. من غيرها الحلة دي ما تبقى لهاش لازمة. تمام. طيب الايد دي اتكسرت مني، الحلة وقعت واتكسرت مني. قدرت اصلحها بحد على النت، ممكن احط لكم الرابط الرقم بتاعه في صندوق الوصف لو انتوا عايزينه وعندكم مشكلة فيه. وصمام الامان ده بيبيع منه، فصمام الامان وهي تقدروا لو حد عنده باظت اقدر افيدكم بيها. اما اللي مش هقدر افيدكم بيها هي زي ما انتم شايفين كده الكاوتشه اللي جوه، شايفينها كده اهي. الكاوتشه دي هي اساسها، هي دي لما بتيجوا تقفلوا الغطا بيقفل على الحلة كويس جدا وبيكتم الغطا عندنا كويس، وبالتالي ما بيطلعش بخار زيادة وما بيطلعش حاجة. وهي دي فكرة الضغط كله. باظت الكاوتشة دي باظت الحلة كلها. تمام. هتستخدموها حلة عادية بقى، يعني مش هتقفلوها ساعتها، مش هيبقى ليها لازمة، هتستخدموها بغطا عادي حلة عادية. تمام. طيب دلوقتي لما باجي اقفلها زي ما حضراتكم شايفين كده، بدخل الحديدة دي من الجنب كده بحيث ان هي تخش في المبيت بتاعها اهي،
وبعد كده بتبتدوا بقى تلفوها، بتلف عكس عقارب الساعة. لما انتوا بتيجوا تقفلوها تفضلوا تلفوها على عكس عقارب الساعة، وتتأكدوا ان انتوا احكمتوا قفلها، تتأكدوا ان الحديدة اللي بالعرض دي مسكت كويس في المبيت بتاعها، ما تبقاش نص بره ونص جوه، علشان لا قدر الله مع الغليان ما تنفجرش مننا تبقى كارثة. فبنتأكد ان احنا قفلناها كويس، وتكون بايتة في المبيت بتاعها كويس، الصفارة بتاعتها مقفولة كويس، وصمامات الامام اللي ورا تكون مقفولة كويس. تمام كده. بعد كده بقى هوريكم ازاي هنطبخ فيها. هنحط اللحمة او الكوارع او الفراخ كمان، بس كل حاجة ليها تسوية، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض بعد كده. ازاي بقى تاخدوا منها شوربة حلوة؟ يا دوب انتوا مثلا حطيتوا مثلا كيلو لحمة، بتحطوا فوق يا دوب يغطيها المية. المية يا جماعة ما بتزيدش، المية لو زادت عشان هي بتستوي بسرعة هتلاقوا الحاجة صيصة. وكمان المية لو زادت اللهم عافينا ممكن البخار مع المية الكتير يخلي الحلة تنفجر. احنا ما بنزودش عن المعيار اللي حضراتكم شايفينه جوه ده. تمام. بنزود الحاجه تبقى على قد المعيار ده كده، وتغطوها بالميه، ما بنزودش باكتر من كده. يعني بنحط كميه لحمه او كوارع توصل لحد الحز اللي انتوا شايفينه في الجنب، وبعد كده الميه يدوب بس بتغطيها، وبعد كده بنبتدي نضغطها. تحطوا بقى كل حاجتكم عادي. انا بحط فلفل اسود، وبحط طماطم، وبحط بصل، طماطم مبشوره او طماطم مضروبه في الخلاط. وبعد كده ببتدي اقفلها زي ما حضراتكم عارفين بقى اهي كده. بس انا كنت حطاها غلط في الاول، مش واخده بالي. اهو هبتدي احطها، تبتدي تحس بس ان الكاوتشه محطوطه موجوده صح، ومحطوطه على حواف الحله صح. وبعد كده تبتدوا بقى تدخلوا الحديده المستعرضه دي كده في المبيت بتاعها، وبعد كده بتبتدوا تقفلوها كويس. طبعا تتاكدوا ان الصفاره موجوده مكانها. تمام كده. بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بقى بشغل النار. ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا قفلتها وشغلت النار الساعه 3 وربع. زي ما حضراتكم سمعتوا الصوت كده يا جماعة. اول ما بتبتدي الحلة تغلي باللي فيها، بتبتدي الصفارة دي تلف كده، صمام الصفارة يلف، ويبتدي يطلع البخار الزايد بس عن الحلة. طبعا ما بنملاش الحلة زي ما اتفقنا مية كتير، لان في الحالة دي لا قدر الله ممكن تنفجر. المية بتبقى مغطية الحاجة بالظبط. 3:30 بالظبط ابتدت تعمل كده وتلف. سبتها بقى تستوي لحد ما وصلت ل3:52. 3:52 يعني عدى حوالي تلت ساعة. ببتدي اعمل ايه؟ هبتدي بقى ان انا افتح عليها علشان احط لها الملح بتاعها. انا دايما باجل الملح شويه لحد الاخر، علشان اضمن ان هي ما تطولش مني في التسويه بتاعتها. لو حضرتكم خايفين سيبوها، طفوا النار وسيبوها تهدى لوحدها، وهي هتطلع كل البخار ده لمدة ربع ساعة كده، هيطلع البخار ده لوحده. اما مستعجلين بتشيلوا صمام الامام بسرعة جدا عشان ما يحرقش ايديكم بعد الشر. وبعد كده هي بتبتدي تطلع البخار بتاعها زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت واحدة ليمون لومي عشان تشوفوا البخار ده طالع ازاي. افضل مشغل سايبه البخار ده يطلع، ما بفتحش نهائي خالص الحله، ولا باجي ناحيتها لحد ما البخار ده يختفي تماما. طول ما البخار ده بيختفي مرة تقولي مثلا ايه، لا خلاص هو ابتدت كده تهدى، تفتحه تلاقوها كلها فارت على النار، ده لو ما انفجرتش كمان. فما بنجيش ناحيتها لحد ما البخار ده يختفي خالص يا جماعة. الليمونه وقعت بس لسه الدخانه طالعه، ما باجيش ناحيتها. انا معاكم خطوه بخطوه عشان تشوفوا اللي انا بقوله لكم. طول ما هو طالع البخار ده بالذات بسيط، حتى لو بسيط، ما باجيش ناحيتها، يفضى خالص. لو خايفين تشيلوا الصمام زي ما قلت لكم، سيبوها لمده ربع ساعه لحد ما هي تهدى لوحدها، وتلاقوا كل البخار ده طلع. بس طبعا كده بتبقى اسرع. فدي كده معاكي ودي كده معاكي. اول ما البخار يختفي تماما ببتدي بقى افتحها، وبعد كده تشوفوا التسويه بتاعتها تحفه. عايزه اقول لكم يعني هو بالظبط نص ساعه كانت وصلت للمرحله اللي انتوا هتشوفوها دي. لو كوارع، لو لحمه تكون شاده شويه، هتلاقوها بتستوي بسرعه، في دي بتبقى منقذه ليها. تمام كده. بصوا الشوربه بقى دسمتها حلوه ازاي، جميله، لان احنا مش حاطين شوربه كتير. بصوا سواها دلوقتي هي فيها شده بسيطه خالص كده. هعمل ايه؟ هرجع تاني احطها في الحله، وهبتدي بقى احط الملح بتاعها، وارجع تاني اكبسها. عايزين تكبسوها تاني عشان مستعجلين قوي، تمام اكبسوها تاني. مش عايزين، انا بغطيها بعد كده بغطى حله عادي جدا، واسيبها لمده دقيقتين 3 دقايق تتشرب من الملح بتاعها وتكمل تسويتها. بس انا برجع اكبسها تاني بحيث ان انا احس ان هي بقى ايه، استوت بسرعه. يعني ايه، ببقى مستعجله شويه. فبقى يبقى انتوا تقدروا تكبسوها وتقدروا تخلوها تاني تستوي على مهلها الدقيقتين دي. انا دلوقتي كبستها ورجعت بقى على الساعة 4:04 بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. رجعت تاني فضيتها،
هشيل صمام الامان تاني وهخليها تفضي كل البخار اللي فيها، وبعد كده بقى باطفّي عليها وبانقلها بقى من حلة لحلة، وآدي بقى الحلة البريستو بكل مخاطرها، لا قدّر الله قُلت لكم إزاي تتفادوها، وبكل مميزاتها، تحفة، منقذة، سريعة، باحبها جدًا، جدًا في تسوية الكوارع أو في تسوية لحمة عارفة إنها عجوزة هتاخد وقت الحاجات، أو يكون ديك مثلًا عندكم بلدي تكون عجوز شوية، كل الحاجات دي بتسويها لِك في ساعتها ما بتحسّوش بالوقت ده نهائي خالص، تمام كده؟ أهم حاجة عندنا بس إن إحنا ما نزوّدش المَيّة، بُصّوا بقى التسوية بتاعتها إزاي، تحفة. أهم حاجة لا نزوّد عن المعيار كمية الحاجة اللي فيها فراخ أو لحمة، وما نزوّدش كمية المَيّة عشان برضه لا قدّر الله ما تنفجرش وتاخدوا منها بعد كده أحلى طعم شوربة بأسرع تسوية، هتعجبكم جدًا بإذن الله. أتمنى النهارده إن أنا فدتكم في الفيديو، يا ريت تدعموني بلايك وشير، ولو أنتم أول مرّة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة ولفّوا خدوا جولة كده هتعجبكم بإذن الله.